تعال اديك معلومة، المعلومة دي هتكون أحسن معلومة سمعتها في حياتك، المعلومة دي هتغير حياتك فعلا، بس المعلومة دي مش هديها لك ببلاش، المعلومة دي هديها لك بمقابل. عايز تدفع المقابل وتغير حياتك؟ اسمع الفيديو للآخر. مش عايز تدفع المقابل؟ اطلع من الفيديو دلوقتي وما تكملش الفيديو. نقول بسم الله ونبدأ. كلنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة. المعلومة بقى، ليه ربنا أمرنا بالعبادة؟ تعال أقول لك ليه ربنا خلقنا للعبادة. من أول ما جيت على الدنيا والدتك وضعتك، ربنا أمرها إن هي ترضعك عامين. ما تكترش عشان خاطر ما تتعودش على الرضاعة، ولا تقلل عشان خاطر صحتك. خلصت مرحلة الرضاعة وكبرت شوية، دخلت مرحلة الطفولة. في وقت اللي انت كنت بتلعب فيه وبتتبسط فيه، جه والدك يقول لك صلي. ربنا سبحانه وتعالى قال لا، سيبه يستمتع بطفولته، ولما يوصل ل7 سنين علمه الصلاة. دي من رحمة ربنا عليك. نزلت تلعب في الشارع، ربنا سبحانه وتعالى قال لكل الجيران اللي موجودة محدش يضايقك، سيبوه يلعب، سيبوه يتبسط من حب فيك. وقال خيركم خيركم لجاره. كنت شوية ورحت المدرسة، ربنا أمر كل المعلمين اللي موجودين في المدرسة إن يعلموك كويس جدا، وبمقابل إن هم يعلموك هيرزقهم الجنة. كنت شوية وبقيت بتعرف تتحرك ورحت السوق عشان تجيب طلبات، ربنا سبحانه وتعالى أمر كل اللي موجودين في السوق إن مفيش حد يضحك عليك لا في الكيل ولا في الميزان. ده من حب ربنا فيك. تكبر شوية وتروح الشغل، ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده أمر مديرك إن ما يتكبرش عليك، وأمر كل أصدقائك الموجودين إن أنتوا تشتغلوا مع بعض حلقة واحدة كالبنيان المرصوص. شوف بقى دي، خلصت يومك في الشغل وراجع تعبان خالص، ربنا أمر المجتمع كله إن يضحك في وشك عشان تروح مبسوط. تبسمك في وجه أخيك صدقة. من رحمة ربنا ليك حتى بعد الزواج، ربنا سبحانه وتعالى أمر زوجتك إن هي تطيعك، تكون عونا ليك، تساعد في تربية أولادك، تكون ليك كل حاجة. ده من حب ربنا فيك. ومن محبة ربنا ليك سبحانه وتعالى خلى أهلك كلهم يودوك في الأفراح وفي الأحزان في وقت الشدة تحت مسمى صلة الرحم. شوف الحتة دي. ومن رحمة ربنا ليك ومحبته فيك سبحانه وتعالى، حتى لو مش شغال أو مش قادر على الشغل، حتى لو لا قدر الله مصيب بمرض، أمر المجتمع كله إن يديك مال أو صدقة. أمر المجتمع كله إن يكون في عونك، وإن ما عملش كده مش هيخش الجنة. في محبة أكتر من كده؟ ومن محبة ربنا سبحانه وتعالى ليك إن أنت لو في ضيق، عربيتك عطلت في مكان أو في حد كده محتاج تشيلها أو محتاج حد يساعدك، أي حد هيساعدك ربنا هيكافئه. هيكافئه بإيه؟ كصلاة شهر، وكصيام شهر، وكاعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في محبة أكتر من كده؟ ومن محبة ربنا هنا سبحانه وتعالى أمر اللي هيديك فلوس ياخدها زي ما هي، ما يزودش حتى لو جنيه، عشان لو زود جنيه واحد هيخش تحت بند الربا. عشان كده ربنا بكل الطرق بيساعدك. محبة ربنا فيك سبحانه وتعالى أمر الناس كلها مفيش حد يجيب في سيرتك ولا يغتابك ولا يقول كلمة مش حلوة في ظهرك، يقول بس الكلمة الطيبة تحت بند الكلمة الطيبة صدقة. ومش بس كده، من محبة ربنا فيك سبحانه وتعالى جعل مالك حرام وعرضك حرام، وأي حاجة تضرك حرمها على الناس كلها. محبة ربنا سبحانه وتعالى فيك قال للناس كلها مفيش حد يجيب في سيرتك ولا ينشر سرك ولا حتى يذكر عرضك. شوف محبة ربنا ليك وصلت لحد فين. حتى بعد ما تكبر وظهرك ينحني وصحتك تبقى في النازل، أمر ولادك إن هم يكونوا عونا ليك في كل حاجة، حتى الكلمة الوحشة ما يقولهاش في وشك، ولا تقل لهما أف. يعني ده كفاية يوريك قد ايه ربنا بيحبك من ولادتك لحد ما انحنى ظهرك. وهنا بنعرف قيمة الإسلام. ليه الإسلام بيمنعنا من السرقة؟ يوم ما تسرق أنت في اليوم هتسرق كام؟ هتسرق 1000 2000 3000. تخيل باقي المجتمع بقى هيسرق فيه، حتى هدومك مش هتفضل. ضيف كمان من رحمة ربنا عليك ومحبته ليك إن هو حرم الزنا، عشان أنت يوم ما تزني هتزني مرة مرتين ثلاثة في اليوم. تخيل إن باقي المجتمع هيزني فيك وفي أهلك، بالتالي انت اللي هتبقى مظلوم. ومن محبة ربنا ليك ان هو حرم الخمر عشان بتضرك، وحرم الميسر عشان ممكن في يوم بيتك يخرب بسببه.
من محبة ربنا ليك إن هو حرم عليك أي حاجة تضرك، من محبة ربنا ليك إن هو عايزك نظيف، عايزك تقوم من النوم تتوضى وتغسل وشك تبقى حد نظيف. ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نعبده عشان تعيش ال60 70 سنة اللي هتعيشها في سعادة، في بساطة، بصحة. ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نعبده عشان بيحبنا وعايزنا مبسوطين. وعلشان انت عشت حياتك كلها من غير ما تأذي حد ولا تأذي نفسك، وكنت نظيف وكنت سعيد وكنت محافظ على صحتك، ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك وهيدخلك الجنة. شوف بقى كرم ربنا. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أندخل الجنة؟ إن احنا ندخل الجنة بعملنا ولا برحمة ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدخل الجنة برحمة ربنا. يعني انت العمل اللي بتعمله ده بيكون ليك، ده عشان تبقى عايش سعيد، عايش في الإسلام، عايش نظيف. أما بقى بالنسبة للجنة فإحنا كلنا بندخل الجنة برحمة ربنا. قدر الله لو حصلت معاك حاجة مش كويسة، إن أنت اتأذيت في شغلك أو اتأذيت في صحتك، ارجع لربنا. كمثال، لو أنت جايب عربية من واحد صاحبك وهو اللي صانعها، صانع كل مسمار فيها وعارف تركيبها، ما توديهاش لحد تاني يقول لك العطل هيبقى فين، وديها للأول اللي صنعها، عشان هو هيعرف كل مسمار ركبه ازاي وعارف العربية هتمشي ازاي. فانت ترجع لربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى عارف كل حاجة عنك وعارف لك الصح فين وعارف لك الغلط فين. ما تخليش حد يجيب سيرة الإسلام ولا يشوه الإسلام قدامك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أما بالنسبة للمقابل المادي اللي كنت بقول لك عليه، فإن أنت تنشر الفيديو ده عشان الناس تستفيد. انا جمعت المعلومات دي واستفدت، ودي كانت سبب هدايتي، ان انا بصلي ما بيفوتنيش وقت، ان انا ما باذيش حد، ان انا بدي كل واحد حقه في غيابه او هو حاضر. انشر الفيديو ده وعلم ولادك ان هو ده الاسلام. الاسلام تبقى نظيف، الاسلام تبقى خايف على الناس، الاسلام تحافظ على صحتك، ان الاسلام هو السلام، ان الاسلام كل حاجه حلوه موجوده في حياتنا. الحمد لله على نعمه الاسلام. ما تبخلش علينا بالشير، واعمل شير يوصل لكل الناس، عشان في ناس كتيره لو سمع الفيديو ده للاخر فعلا حياتهم هتتغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.